ناجح وموفق باذن الله. تعال اقول لك معلومه هتفيدك جدا. لو ركبت اسانسير وفجاه لا قدر الله عطل بيك، قبل اي حاجه لازم تبقى متاكد انك تبقى هادي جدا، وتتاكد كمان ان الاسانسير فيه منافذ هواء اتعملت في تصميمه. علشان كده بقول لك انت مش هتوصل لمرحله الخنقه. تاني واهم حاجه، لو لا قدر الله الاسانسير وقع فجاه، كله بقى تمام يا باشا، 100 100. قبل اي حاجه لازم تتاكد ان سقوط الاسانسير اصلا بالطريقه دي مستبعد جدا، لانه بيبقى متامن باكتر من طريقه. طيب ده لو حصل نعمل ايه بسرعه؟ نام على ظهرك في الارض علشان ساعه سقوط الاسانسير على الارض الصدمه تتوزع على الجسم كله. كمان مهم جدا انك تضم ايدك على راسك علشان تحميها بقدر الامكان. اوعى تقف او تتني ركبتك، لان الصدمه كلها تبقى على ظهرك ورجلك. واوعى كمان تحاول تنط من الاسانسير ساعه السقوط، لان كده انت بتموت نفسك. ودايما مع عطل الاسانسير اوعى تفكر انك تنط منه او تكسر بابه، لانه ببساطه ممكن الاسانسير يتحرك فجاه وانت تحصل لك اصابه. في حاله الزلزال او في حالات الطوارئ اوعى تستخدم الاسانسير ابدا، وتتخيل انك هتنزل الشارع اسرع. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقات اقوى بكتير، وسلام عليكم.